دلوقتي كان عندنا عربيه باسم والدي، عربيه معاقين، كان بيسوق بنفسه. الوالد توفاه الله، واحنا الجمارك غيرنا المستفيد من الإعفاء الجمركي والمستفيد من السياره، وبالتالي الجمارك بعتت للمرور لا مانع من الترخيص باسم الورثه. في مشكله علينا لو حد اتحرك بالعربيه في الايام دي ولا لا؟ فبنقول العربيه دلوقتي اصبحت مال موروث مملوك للورثه من ضمن اعيان التركه، وبالتالي الجميع بينتفع من هذا المال، والجميع جميع الورثه المذكورين في اعلام الوراثه ملاك للسياره، ومن حق اي حد من الورثه يسوق، فخلي على طول في العربيه صوره من اعلام الوراثه اللي بيفيد انكم ورثه المرحوم مالك السياره، بحيث اللجنه اللي هتقابلكم هتشوف صور البطايق والرخصه، تمام؟ وان شاء الله مفيش مشكله. انما حد غريب من الورثه يركب العربيه ده ممنوع. اللي بيستفيد بالسياره بعد وفاه المعاق هم ورثته اللي ورد اسمهم في اعلام الوراثه. طيب لو العربيه اتمسكت وحد غريب عن الورثه كان راكب العربيه، في الحاله دي مخالفه لشروط الاعفاء الجمركي المقرر لصالح المعاق، واللي انتقل بعد كده لصالح الورثه. يبقى محدش غريب يسوق العربيه من غير الورثه المدون اسمائهم في ايه؟ في اعلام الوراثه. تمام؟ والا العربيه تتسلم للجمارك وتدفع غرامه جمركيه. تمام؟